اهلا بيكم. هنتكلم النهارده عن فيلم مصري جديد من العيار التقيل وبيجمع ما بين الاكشن والكوميديا، وهو فيلم احمد واحمد. الفيلم من بطولة النجمين احمد السقا واحمد فهمي، في اول تعاون مشترك ما بينهم في فيلم واحد. اصل والله العظيم يا استاذ انا بحبك قوي، امنيه حياتي يعني ان اشتغل معاك. فبدون تطويل يلا بينا نبدأ التفاصيل. أحداث الفيلم بتدور حوالين أحمد، واللي بيقوم بدوره أحمد فهمي، وده مهندس ديكور بيرجع مصر بعد سنين كتير قضاها في الخارج، وبيخطط يبدأ حياة جديدة هنا. ولكن الخطط دي بتتغير تماما لما خاله اللي هو اسمه أحمد واللي بيقوم ببطولته أحمد السقا بيتعرض لحادثة غامضة وبيفقد الذاكرة. مع تطور الأحداث بيكتشف أحمد إن خاله كان العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية سرية كبيرة، ومن هنا بتبدأ رحلة مليانة بالمغامرات، وبيحاول فيها أحمد يساعد خاله على استعادة ذكرياته، وكمان علشان يكشف ماضيه الغامض. وفي نفس الوقت بيواجهوا أعداء خطيرين بيحاولوا يمنعوهم من الوصول للحقيقة. الفيلم بيشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، منهم جيهان الشماشرجي وطارق لطفي ومحمد لطفي ورشدي الشامي وحاتم صلاح. كمان في ظهور خاص للفنانة غادة عبد الرازق بس كضيف شرف، وبتجسد شخصية سيدة أعمال كانت على علاقة سابقة بخاله أحمد. الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر عرض الفيلم في السينما ليونيو 2025. وبشكل عام الفيلم بيقدم تجربة سينمائية مختلفة عن شوية الأفلام اللي ظهروا في الموسم ده. فلو أنت بتحب الأفلام اللي فيها أكشن وكوميديا وجرعة من الإثارة، فالفيلم ده متوقع إن هو هيكون اختيار مميز ليك في العيد. وبكده أكون خلصت كل تفاصيل الفيلم، فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أقولك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة في عالم الدراما والسينما المصرية. وسلام. كات هاي